قررت الزعامات الشعبية تحريك المشهد الساكن بترشيح اسم جدير بباشوية مصر وبثقة المصريين. فكروا في ذلك قبل أن يقوم خورشيد بفك الحصار وقبل أن يرسل السلطان واليا جديدا. نخبة 1805 كان مزاجها العام أن تبحث عن المخلص، عن الزعيم المنقذ. لم يكن مزاجها أن تغير قواعد اللعبة تماما، وكانوا يريدونه أيضا أن يكون عثمانيا، لأن الوعي بالوطنية المصرية لم يكن قد اكتمل تماما. وده اللي بيفسر السؤال لماذا لم يكن عمر مكرم مثلا، وعمر مكرم كان صالحا. وده نقيب الأشراف من القبائل العربية التي جاءت مع الفتح الإسلامي وظلت موجودة في مصر ولها مكانة. هو كان اسمه عمر أفندي مكرم الأسيوطي، جاي من أسيوط، يعني ابن صعيد مصر، هو ابن الشارع وابن الناس، وعنده صلة ما أنه كان يكفي أن يقول نداء أن السيد عمر قال شيء ليسمع الناس. هل كان السلطان العثماني يقبل بتولية والي مصري؟ في تاريخ الدولة العثمانية لا نجد عنصر مصري واحد من الولاة مهما على مركزه. كان مطلوب حرب تحرير طويلة المدى في حالة إعلان عمر مكرم. هذه الثورة بتضرب عرض الحائط بالسلطان العثماني، بالباشا اللي ساكن في القلعة لما بيرفض يتنازل عن الحكم، وبيتوجهوا مباشرة لمحمد علي في منزله ويعرضوا عليه تولي حكم مصر. الشعب المصري ممثلا في عمر مكرم كان لهم بقى رأي، هم بيشاهدوا طبعا، بيتفرجوا الصراعات الموجودة، لقوا انه لا المماليك يرجعوا تاني ولا الأتراك يرجعوا تاني، والإنجليز أهم مشوا وبدأوا يطالبوا وعينيهم على مين؟ محمد علي. ما الذي دفعهم لكي يفكروا في محمد علي؟ هو بدأ وكأنه حكم، بالرغم من أنه هو مفتقد العربي وما بيتكلمش لغة الشارع، إلا أنه عنده هذه الكاريزما. أهم حاجة في القيادة أنه يكون عنده نوع من أنواع الجاذبية الجماهيرية، اللي هو يكون عنده الكاريزما، والكاريزما دي بتبقى عاوزة حاجة اسمها الذكاء العاطفي، بحيث أنه هو لما يتكلم معاك تحس أنه فاهمك، أنه متواصل معاك عاطفيا. لقوا أنه هو كرجل وله فرقة، لكن لا يأتي أي أعمال منافية للآداب أو الأخلاق، لا بيهاجم بيوت ولا بيسرق ولا كلام من هذا، أنه رغم أنه مفيش مرتبات، فكان بيحذر جنوده من أن هم يقوموا بأي عمل من هذه الأعمال، وظل كأنه هو جزء من الشعب المصري يراقب الموقف الموجود. بهذه المراقبة وجد أنه محمد علي هو شخص مناسب، لماذا لا يكون هو الحاكم؟ وفي حركة ذكاء سياسي خارق تمنى ولا مش عايز. طبعا محمد علي تمنع في البداية، لكن محمد علي كان شخص ذكي. السنوات اللي قضاها في مصر جعلته يدرك قدرات هذه الولاية وقدرات هذا المكان على إعادة خلق خريطة المنطقة. فرصة جت، لماذا لا يقبلها؟ ولما قبل فرضوا عليه شروط وعملوا عقد معاه في المحكمة الشرعية في بيت القاضي، ودي لها دلالة أنك أنت لا تأتي أمرا إلا بعد الرجوع إلينا. كانت القاهرة فوق صفيح ساخن، وكان السلطان العثماني يشتاط غضبا، فالمدعو محمد علي صنع في مصر ولم يصنع في اسطنبول. السلطان العثماني رفض، وجزء من رفض السلطان العثماني انه مثلا ان ياتي والي باراده الرعيه، دي مساله خطيره. نظام الولايه او نظام الاداره في الدوله العثمانيه كان بيمر بمرحلتين. في حاجه اسمها الاداره الداخليه، يقولوا عليها الاندرون. فالاول بيختبر الولاء في الخدمه دي، ناس كتيره في الادارات المختلفه، دي اسمها الاندرون. الدولة تحتاج وظيفة بره، عايزين مثلا والي أو دفتر دار أو خازن دار، أي وظيفة إدارية بره، ياخدوها منين؟ من الاندرون، لأن اختبار ولاء. يروح فين؟ البايرون اللي هو الخارج ده. آدي محمد علي بعيد، لا هو في الاندرون ولا هو من الرجال السلطان ولا أي شيء. إزاي بقى
يأتي هكذا يعني دون إيه اختبار للولاء. هو شخص مغمور غير معروف، ما جاش من اسطنبول، ما يعرفوهوش، سمعوا عنه بطريق يعني غير مباشر، عمرهم ما شافوه، عمرهم ما خبروه، عمرهم ما جربوه. ده واحد ما مثلا ما كانش قائد أسطول ولا قائد جيش ولا قائد ولا والي في ولاية تانية. فالسؤال هو نعمل فيه ايه ونخلص منه ازاي؟ طب ما احنا ممكن نغريه بولاية تانية ونستميله ونطلعه برا مصر وبعدين نخلص منه. اما كانوا بيجوا يغروه يقولوا له تعالى هنوليك ولاية جدة او ولاية كذا او كذا، كان بيرتاب. ما هو مش بيقول لا، بيخلي او بيعرض على على عمر مكرم، فهم يقولوا لا ما تقبلش. طبعا الشعب المصري قام بهيجان بتأثير عمر مكرم، وفي حالة من التمرد أو العصيان المدني بالمعنى المعاصر، اتقفلت الدكاكين والناس ماشية بتطالب بمحمد علي إلى آخره. كان لابد من حسم الموقف بإرسال فرمان يحمل اسم الوالي الجديد. وصل المندوب 7 يوليو القاهرة، كان يحمل 2 فرمان، فرمان بتعيين محمد علي واليا على مصر، فرمان آخر بتثبيت خورشيد لو وجد أن الموقف السياسي لصالحه. المندوب لقى الموقف لصالح الثورة فإدى فرمان تولية محمد علي، وجاء في نص الفرمان حيث ارتضى بذلك العلماء والرعية. استطاع الشعب المصري في 1805 أن يأتي بحاكم اسمه محمد علي، ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية تتدخل الرعية لتفرض على خليفة المسلمين أن يختار واليا بعينه. لم تحدث قبلها في تاريخ الإسلام ولا حدثت بعدها. وأصبح محمد علي واليا على مصر في مايو 1805، والي ولكنه تحت الوصاية، يعني والي ناقص السيادة. استطاع هذا الضابط أن يصل بالفعل إلى كرسي الولاية وأن يفرض نفسه. أصبح يؤرقه فيما بعد مايو 1805 كيف يحتفظ بهذه الولاية، لأنه يدرك أن السلطان العثماني من ممكن أن يعزله بعد وقت قصير. سنة 1806 جاله فرمان إنه هيولوه ولاية سالونيك. مدينة سالونيك دي كانت تاني أكبر مدينة في الدولة العثمانية، وبالفعل جه والي سالونيك يوسف باشا يتولى منصب مصر وهو يحل محله. أدرك من الأول إن دي مش هتكون في صالحه فرفض. والي سالونيك نزل اسكندرية، قعد أيام قليلة، أدرك بعدها إن البلد مش بتاعته وإنه مش هيقدر يطلع محمد علي منها، قام رجع تاني وفضل محمد علي. كان قدره أن يبقى في مصر ليواجه اختبارا أصعب، حملة إنجليزية بتأييد مملوكي على الإسكندرية ورشيد. تحد لم يكن في الحسبان، قد يحمل معه نهاية قصة حكم قبل أن تبدأ. الحملة البريطانية اللي بعتتها إنجلترا سنة 7، هم عاوزين إيه؟ عاوزين الألفي يبقى هو الوالي، لأنه سنة 5 خلاص فيش فايدة ومحمد علي بقى الوالي، ومحمد علي مش الراجل بتاعهم، هم عاوزين الراجل بتاعهم. فجت الحملة المشهورة بتاعت فريزر. المدهش في الموضوع إن قبل الحملة ما تيجي بشهرين كان الألفي مات. فجم على غماهم كما نقول يعني في العامية، دخلوا على بحر من الرمال. هم ما انتبهوش إلى أنه كان هناك شعب متيقظ. كان في علي بك السلالنكي اللي هو حاكم رشيد وكان على اتصال بعمر مكرم، فعمر مكرم جهزوا المقاومة الشعبية اللي حصل، وبطولة القوة اللي موجودة في الرشيد عملت شيء خارق وأفشلت هذه الحملة.
نجحت الحركة المصرية الأهلية في إخراج الإنجليز في هذا الوقت، وراحوا المشايخ وراحوا البتاع عشان محمد علي يقولوا له بقى احنا بقى خلاص بقى خرجنا الإنجليز. قال لهم مش عايز منكم حاجة، بعد كده حسبي منكم علائي في العسكر وليس على الرئية خروج. انتوا خلاص على كده كويس قوي، عملتوا اللي عليكم وخرجتوا الإنجليز، بس بعد كده ما تلوش دعوة بالموضوع ده خالص. أنتم لستم جيشا، أنتم بس عليكم علائي في العسكر، يعني تدفعوا الضرائب عشان نعمل عساكر. الجيش تبعه مش تبع حد تاني، مش تبع عمر مكرم يعني. أدرك محمد علي أن المعارك قد بدأت، لم تنتهي ولكن قد بدأت. السلطان العثماني لن يقبل به على هذا الحال وقد فرض عليه. المماليك الآخرون لن يسمحوا بوجوده. الزعامة الشعبية التي هو مدين لها لن تتركه يتصرف وفق هواه.